يخفى على أحد منا أن كل إنسان في هذا الوجود له أماني يتمنى أن يراها في هذه الحياة. لا يمكن لإنسان أن يسمى إنسانا وليست له طموحات وأماني في هذه الحياة. وكل الناس، وهنا تأتي ويظهر فضل العلم بالله، الناس يتمنون غالبا في الحياة الأشياء التي تنقصهم، نعم، لكن أكثر الناس يعتقدون أن السعادة في الشيء الذي يخصهم، وهذا خطأ يا إخوان. مثلا الفقير الذي يعضه الفقر بأنيابه يرى سعادته في مسكن يأويه وبيت يحويه، ومشروع له أن يتمنى هذا الأمر. والمريض الذي قسمته الأوجاع والآلام وأفسدت عليه لذة